يا ست الكل، تعالي بقى شوفي بقى تحديد السردين في البيت بكل سهوله. شايفه الكلام ده؟ شايفه الجمال ده؟ شايفه اللون ده؟ هنجيب بقى كيلو من السردين كده بقى، ونبدا نجيب سردينه البلدي زي ما انتم شايفين، او اي نوع سردينه، بس السردينه دي بلدي زي ما انتم شايفين. نفس الحجم طبعا. تحفه، حتى لو صغيره شويه مش مشكله، مش هتفرق. هو تحديد السردين ده طبعا سهل يا جماعه، تقدروا تحددوه. طبعا عندنا بلاستيكيه كده او بوله فيها كيس، بننزل بيها فيها الكيس بقى، عشان كده ان ما نزفرهاش برضو معانا. زي ما انتم شايفين بنرص طبقات بنفس القصه اللي انتم شايفينها كده، ورص طبقات. نرش رشه ملح خفيفه كده مع معلقه ملح، من اي نوع ملح، مش لازم يكون ملح خشن. وعندنا عصره الليمون. بنطبق كل طبقه وطبقه لحد ما نخلص الكيلو بنفس الرصه اللي انتوا هتشوفوها دي كده. نعصر الليمون بتاعنا. خلصنا كده الكيلو ورصيناه زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوه. سيبناه كده بقى هنغطيه وهنحط عليه حاجه تقيله كده بحيث ان هو ما يخشلوش هوا. اي طبق اي حاجه كده تخش في البوله، ونقفله بقى ونسيبه لمده 3 ايام. 3 ايام بالظبط هيبدا معانا السردين ده يكون استوى. وحدقناه كده عشان نبدا بقى ناكل سردين حادق معمول في البيت بكل سهوله. زي ما انتم شايفين كده. شايفين الصوص اللي نزل منه او المارينيه؟ عمليه التحديق بتاعته تحفه بصراحه، والطعم روعه. زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بقى عصير الليمون كده، واي رقاق او اي خبز عندنا طبعا. زي ما انتم شايفين عامل رقاق انا، زي ما انتم شايفين كده. وننزل بقى بحته السردين كده. تحفه بصراحه، تقدروا تعملوه في البيت السردين وتحدوه في البيت. تحفه. كل سنه وانتم طيبين.